علاش الجسم ديالك كيوقف وما كيبقاش يحرق؟ ملي كتكون غادي في واحد الهدف ديال انك تحرق الدهون وتنزل الوزن، واحد الوقيته ممكن تشوف ان راسك مابقيتيش كتبدل، يعني التغيير مابقاش كيطرا في الجسم ديالك، وكيكون الجسم ديالك وقف الحرق ولا تقل الحرق بواحد الشكل اللي هو كبير. بزاف ديال الناس كيطيحوا في هذه المساله هذه وكيسولوا عليها. هنا شنو كيوقع؟ كاين الجسم ديالك كيدخل في واحد الروتين، داك الوضع اللي انت حطيتيه فيه ولا بالنسبه ليه وضع اللي هو عادي ولا فعلي، ما بقاش وضع اللي ماشي عادي اللي غادي يدفعوا الناس تستجب معاه. هنا الحل شنو هو؟ عندك جوج ديال الحوايج تقدر ديرهم بجوج، تقدر دير وحده فيهم. الحاجه الاولى، كميه ديال الطاقه اللي داخله الجسم قللها باش تدفع الجسم على انه يستهلك الطاقه اللي هي مخزنه فيه. الحاجه يعني ملي كنقول كميه الطاقه يعني الماكله ديالك. الحاجه الثانيه وهي الطاقه اللي كتخرج من الجسم ديالك، يعني الحركه اللي كدير حاول تطلع الفوليوم ديالها، تطلع الجهد ديالها باش تدفع الجسم على انه يطلب واحد الطاقه اكثر، باش تدفعوا على انه يحرق من داك الدهن اللي هو مخبي فيه، باش تدفعوا على انه يزيد يطلع عمليه ديال الحرق. هاد المساله هذه غتدفع الجسم ديالك على انه يخرج من داك الوضع اللي هو ملفوح حتى تحطو حتى واحد الضغط اللي هو جديد،